الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير الذي تقدمه يعود لك. دي الجملة اللي كان الراجل العجوز الأحدب كان بيقولها دايما، وكانت الست مش فاهمة ايه معناها، بس عرفت معناها بعد اللي حصل لها. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. كانت في ست كل يوم بتخبز خبز لأسرتها، وكانت بتخبز رغيف خبز زيادة لأي حد جعان أو عابر سبيل ياخده. وكانت بتحط رغيف الخبز الزيادة على شرفة النافذة. وكان في راجل عجوز أحدب كان بيعدي كل يوم ياخد رغيف الخبز، وكان بيقول: الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير الذي تقدمه يعود لك، وينصرف. وكل يوم كان بيجي ياخد الخبز ويقول نفس الجملة. وجي في يوم من الأيام الست اتغاظت جدا، لأن الراجل كان بياخد الرغيف دون امتنان أو شكر أو ذكر معروف، وكان بيقول جملة هي مش فاهمة يقصد ايه. فاتغاظت قوي في نفسها، وفكرت للحظة إنها تتخلص من الراجل العجوز ده، وقالت: أنا هحط سم في الرغيف الخبز ده. وفعلا حطت السم وعملت الخبز، وجت عشان تحطه على شرفة النافذة. ايديها اترعشت وضميرها صحي، وفكرت وقالت: ايه اللي انا بعمله ده؟ لا لا لا، مش ممكن. انا هروح اتخلص من الرغيف وهعمل واحد غيره. وعملت فعلا واحد غيره وحطته على شرفة النافذة. وجي الراجل كالعادة واخد الخبز وقال نفس الجملة بتاعته وانصرف. ما كانش يعرف الصراع اللي كان بيدور في الست. وكان كل يوم الست وهي بتخبز الخبز كانت بتدعي ربها ان ابنها يرجع لها، لان ابنها سافر للبحث عن عمل، وبعدها انقطعت اخباره وما تعرفش عنه حاجة. وفي نفس اليوم اللي عملت فيه رغيف الخبز المسموم سمعت الباب كان بيدق، وفتحت الباب، وكانت المفاجأة إن اللي كان بيدق الباب كان ابنها. فرحت جدا جدا وما كانتش مصدقة نفسها. كان ابنها متعب جدا ومجهد وهدومه مقطعة. ولكن المفاجأة في اللي قاله الابن. قال لها: يا أمي، أنا قبل ما أوصل البيت بأميال كنت جعان جدا، وقابلت راجل عجوز أحدب وطلبت منه طعام، والراجل ده كان طيب جدا، اداني رغيف خبز كامل وقال لي ان ده طعامه كل يوم، بس لقاني انا في احتياج اكتر فاداني رغيف